السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. طبعا عارفة ان انا اتأخرت عليكم جامد، بس طبعا التأخير ده مش من فراغ. انتوا عارفين طبعا ان انا بطول شوية الغيبة، بس برجع لكم بكل جديد ومفيد ان شاء الله. فان شاء الله هقدم لكم السلسلة التعليمية الجديدة، هتكون عن الصالونات، عن الفوتيهات، انواع الصالونات هتكون عن الشازلونج. اول حلقه لينا هتبقى ان شاء الله مع الشازلونج، ويا رب يكون كل جديد ومفيد في بركه خيط ليكم كويس وبالتوفيق للجميع. طبعا كل التعليقات اللي بتجيلي خلال الفتره اللي فاتت دي انا اخدتها ودرستها، وهنزل لكم كل حاجه، ما تقلقوش خالص. بالنسبه للناس اللي بتسالني على كورسات موجوده متاحه، بس هنوقفها الفترة اللي جاية عشان في موسم رمضان. وبالنسبة للناس اللي بتسألني الكنبة اللي فوق المترين ده لو ركنا هنعمله ازاي، ده ليه قصات تانية. المهم ان احنا ما نوصلش كتير في الجاكار، علشان الجاكار ممكن مع التوصيل الكتير ينسل منك او يفك منك. الشازلونج هيبقى له اكتر من كذا طريقة. هنرجع تاني نقول الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، علشان في متابعين جدد داخلين لي الله يبارك لهم، بيقولوا لي كومنتات جميله جدا ومتابعين معايا على الواتس. انا رقم الواتس بتاعي يا جماعه بحطه على الفيديو، علشان اللي عنده سؤال مستعجل او عنده اي طلب مهم اقدر البيه له ان شاء الله بفضل الله. فعلى السريع كده، احنا كنا فاتحين القناه اللي بدانا الاول بشغل القطيفه، وبعد كده شغل الجاكار عملنا فيه الموديلات بكرانيش، من انتريهات لركن لانواع كتير قوي. بعد كده المرحله اللي بعدها او السنه اللي بعدها عملنا فيها الانتريهات الكاب والانتريهات الباجير والركن الكاب والحاجات دي كلها. طيب هتقولي لي انت ليه بتمطي في المحتوى بتاعك؟ انا ما بمطش ولا حاجه، انا 100 مره اقول لكم اعتبروا ان ده القناه دي قناه تعليميه مجانيه لله. فانا بشرح زي انت مثلا بتعلمي ابنك في ابتدائي، بياخد اولى، بياخد تانية، بياخد تالتة، بياخد رابعه، وهكذا. فانا عامله برنامج من اول ما بدات القناه دي. طبعا دي صدقه جاريه على روح والدتي، فما حدش يصربعني ويستعجلني ويقول لي انت ما عملتيش كذا، انت ما بتعمليش، ما بتساعدينيش، الكلام ده كله. لا، انا بساعد الكل، بس دي في الوقت اللي انا ببقى مش مضغوطه فيه. انا طبعا زي ما انتم عارفين عندي ابني في ثانويه عامه، عندي ولادي، عندي بيتي، عندي اوردراتي وشغلي وحياتي. والله العظيم ربنا يعلم بحاول اني انا اوصل لكم اي معلومه، سواء في القناه او خارج القناه. اللي محتاج حاجه بيكلمني بالتليفون، عايزين الحته الفلانيه نفهمها، بفهمها لهم والله وربنا يعلم. فالسنه دي هنبدا سلسله جديده تماما خالص، سلسله الصالونات. في منها انواع كتير، في منها ابيسون من غير ايادي، في منها لوكينز، في منها لويس، في منها انواع كتير وبحر كبير. هنبدا ان شاء الله الفيديو دوت بانواع الايادي، والفيديو الجاي هيكون عن الشازلونج، علشان في ناس مستعجله عليه وعايزه تعمله ان شاء الله قبل رمضان. ويلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسونيش بقى في احلى اللايكات وشير وسبسكرايب ونفعل زر الجرس، واللي مشتركين جداد بحبكم في الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. ورجعنا لكم للسبوره بقى اللي كتير قوي ما شرحناش عليها، وانا عارفه انها وحشاكم زي ما هي وحشاني. هنتكلم عن انواع الايادي بتاعت الصالونات. انواع الايادي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الصالونات ليها انواع. في نوع ما فيهوش يد اسمه ابيسون، وفي نوع بايد صغيره اسمه فوتيه او لوكينز او لويس. تمام؟ الابيسون بيبقى مدور كده عامل زي الكوره، ابيسون. تمام؟ طيب هناخد المقاسات دي ازاي؟ بس هقولها لكم، بس اهم حاجه نعرف مقاسات الايادي. في يد صغيره، ويد وسط، ويد كبيره. طيب احنا كنا متفقين في السلاسل اللي فاتت ان احنا كنا بنشتغل على اليد الوسط دي. ليه؟ علشان هي للركن والانتريهات، الركن الانتريهات. تمام؟
واليد الكبيره دي للصالونات الضخمه. في صالونات اليومين دولت نازله ضخمه بقيمه كده ذهبي من فوق، بتبقى اسمها صالون مودرن. يبقى للصالونات اليد دي هنحتاجها في السلسله دي، اليد دي واليد دي، تمام؟ للصالونات المودرن الضخمه، تمام؟ اليد الصغيره دي هي اللي هشرحها لكم في الفيديو ده. اليد الصغيره دي بتبقى مقاسها من 40 في 60، تمام؟ 40 في 60. اليد الوسط دي بتبقى 60 في 80، واليد الكبيره بتبقى 80 في متر. حد فاهم حاجه ولا لا؟ هقول لكم. احنا الفتره اللي فاتت بنتكلم عن الركن والانتريهات الستاندر، اليد بتاعتها كانت 80، تمام؟ 60 في 80 اهي. اليد الصغيره اللي هنتكلم فيها عن الفيديو ده ليه؟ علشان احنا هنعمل الفيديو ده صالون اسمه صالون فوتيه، صالون فوتيه، تمام؟ شكله ايه؟ شكله كده اهو، بصوا علشان بس ايه، ادي القاعده بتاعت الكرسي وظهر الكرسي. هناخد المقاس بتاع العرض والدوران بتاع اليد. بصوا اليد عامله ازاي؟ يد خشب. هنزلها لكم في قلب الفيديو، يعني في قلب الفيديو ده هنزل لكم صوره الصالون اللي احنا هنشرحه. وادي اليد الثانيه، اليد الخشب. اليد الخشب دي فيها مشاكل مع المبتدئين، ليه؟ علشان خاطر الخراطيم اللي احنا بنحطها مع القماش المتنجد بتكسم شكل الكرسي، انما اليد الخشب دي مش هتكسم شكل الكرسي. فالكرسي القماش بتاعنا عشان مطاطي هيطلع هينطر لقدام. فاحنا علشان خاطر نعمل اليد دي بنعملها بمقاسات معينه وبتكنيك معين كده صغير بسيط، مش هياخد منك حاجه بس هيديكي فينش عالي جدا. فاحنا هنشتغل على الكرسي ده دلوقتي، تمام؟ خلاص عرفنا الانواع وعرفنا الصالونات ايه وعرفنا المقاسات ايه. هنشتغل بس على الكرسي، هنقول ازاي نقيس مقاساته. وعلى فكره في نفس الفيديو دوت لو انتوا بس صبرتوا عليا شويه هتبصوا تلاقوني بعمل ايه بقى؟ حاجه من الاثنين، يا اما بعمل فيديو للمقاسات بالشرح النظري وبعد كده فيديو عملي، علشان انا عامله اوبشن حلو جدا جدا. من اول سنه 2024 بقينا نجيب مكنه. احنا بنعمل مجهود يا جماعه عالي وجبار، ويا ريت تدعوا لنا وتساعدونا عليه وتدونا دعم معنوي. جايبه مكنه صغيره وبناخد القماش كله عند العميل وبنقص عند العميل وبنشرح فيديوهات علشان ليكوا انتوا، علشان الجماعه الحلوين اللي بيقولوا لي انت ما بتشرحيش ليه على القناه وساعدينا لله. الناس كلها اللي متابعيني من سنين عارفه انا بعمل ايه. وبالنسبه للناس اللي بتحب تاخد كورسات هي بتبقى عايزه كده. انا ان كان عليا وقت الكورس بيضيع وقتي، يعني انا لما تجيلي واحده من محافظه بعيده وتيجي تقعد عندي اليوم كله، انا كده اليوم كله عندي اتضرب، سواء يومي الشخصي او يومي على مستوى الاوردرات بتاعتي. فانا بالنسبه لي الشرح لكم احسن، بس انتوا بقى تدعموني كده نفسيا وتدوني بقى اللايك المتين الحلو ده، تمام؟ ده كرسي صالون، ادي اليد بتاعته الخشب. هنعمل ايه؟ سواء الكرسي زي الباجير كده، فاكرين الباجير؟ فاكرين الباجير ابو ودان؟ الودان بتاعته اهي، الودن اهي اللي كانت 30 في 50 واليد بتاعته اللي كانت 60 في 90، فاكرينها؟ هنرجع لفيديوهات الباجير. انا عامله 3 فيديوهات. طب انت جديده ومش عارفه ترجعي وحاسه ان انت تايهه في القناه، هتطلعي فوق كده اهو على الايقونه بتاعت بركه خيط، هتلاقي فيديوهات قصيره، وهتلاقي حاجه اسمها قوائم تشغيل. قوائم التشغيل دي انا برتب فيها كل الفيديوهات بتاعتي. الباجير 3 فيديوهات هتلاقيهم فيه. احنا النهارده مش عايزين نعمل بودين. طب انا شارحه لكم الحاجه الصعبه، شارحه لكم الحاجه اللي مودين مش عارفين تعملوها اهو، مش عارفين تعملوا اللي من غير ودان اهو. هنعمل ايه؟ هناخد مقاس الظهر من فوق، هيطلع كام؟ 55 سم، ماشي؟ وليكن يعني هناخد الدوران بتاعنا من اول تحت هنا هنطلع لحد فوق لحد القاعده لحد الصدر، يبقى من اول هنا تطلعي فوق لحد الصدر، تمام؟ ده بيبقى في حدود 2.5 متر مثلا، يا يقل يا يزيد، يعني يا اما يبقى 2.25 متر يا اما يبقى 275 متر، تمام؟ بعد كده الحاجه الوحيده اللي هتعمليها هتاخدي مقاس اليد دي. مقاس اليد دي اللي هي ايه؟ 40 في 60 او هيبقى 50 في 90. ليه كده؟ اشمعنى دي او دي؟ على حسب اليد. اليد دي عمقها طويل هناخد 90، لا عمقها قصير هناخد 60. طب الطول بتاعها يا اما 40 يا اما 50، تمام؟
فكل اللي احنا خدناه ايه؟ دوران الجسم. طب دوران الجسم 2.5 متر متعني ل2 جسم كرسي، 2 جسم كرسي. طب اجمالي الكرسيين كام؟ 2.5 للجسم زائد نص متر لليدين دول ونص متر لليدين دول، ادي كده متر. ايه ده بجد والله؟ والله الكرسيين خدوا 3.5 بس. عرفنا القصه جت ازاي؟ طيب الكلام النظري ده كله ان شاء الله مش هنزل الفيديو غير لما اروح عند العميله يعني اقول لكم اعمل لكم فيديو مخصوص بالشرح مفصل عند العميله. ليه بقى؟ لاني انا طبعا زي ما قلت لكم ساعه الركن لما بدات سلسله الركن ان انا اشتريت لكم مخصوص ركنه وصرفت عليها وعملت عليها وعملت لكم على البروجير بتاعي. طب في ناس قالوا لي ايه انت بتطولي في الكلام وبتطولي في الشرح مع ان شرحك مفصل وحلو وبتسرجي ليه؟ طب ما تسرعي في الوقت. انا بقول لهم يا حبايبي في ناس مبتدئه وعلى قدها وفي قرى بعيده وبتبقى عايزه الشرح مره واثنين وثلاثه. انت حضرتك عرفتي الشرح من اول مره يبقى انت بسم الله ما شاء الله عليك يعني زي الفل وخلاص وهتخرجي من الفيديو. غيرك بيبقى عايز المعلومه بالتفصيل الممل، وانا لما بشرح مره واثنين وثلاثه بدي معلومات كتيره جدا في النص. تمام؟ فما تبخلوش عليا ان انت تتفرجي على المعلومات وما تبخليش على نفسك، ما هو انت اللي هتستفادي مش انا. تمام؟ فكده الشرح النظري، وننتقل ان شاء الله في نفس الفيديو برضو الشرح العملي من عند الزبون. استنوني وما تزهقوش، وباي باي، هتوحشوني لحد ما اوريكم العملي. مع السلامه. ورجعت لكم بعد الفاصل علشان نشوف الكرسي وهو عملي. طبعا الظهر دوت بيبقى 91 سنتي انا قايساه. الظهر بيبقى اقصر من في الخلف، يعني اقصر من الامام ومن القاعده والصدر. الكرسي ده اخد معايا 275 متر، خدنا 91 للظهر. اهم مقياس بنقيسه اللي هو عرض الكرسي. عرض الكرسي هنا خدناه نص عرض القماش، يعني في حدود 80 سنتي، وزي ما احنا شايفين القماش مبحبح. وهنا هنعمل الاعماق بتاعتنا 10 سنتي شمال و10 يمين، والحته اللي انا بشاور عليها دي كانت 50 سنتي، قفلناهم في الشمال واليمين. العميله هنا علشان اليد طبعا ايديها خشب، يد الكرسي يعني، فطبعا وضحت لها ان الاحسن ان هو يبقى بشلته منفصله، ده هيفرق في الشياكه بتاعه الكرسي اكتر زي ما احنا شايفين اللي جنبه. تمام؟ كل الحكايه ان خدنا 275 قسمناهم نصين بالطول عملناهم للكرسيين. طيب جينا خدنا مقاس اليد زي ما احنا شايفين، اليد هنا كانت 55 سنتي كده، فانا عملتها 60 علشان لسه هعمل لها دوران هتشوفوه في الاخر. دوران اليد كان معايا هنا 90 علشان ده كان قب. تمام؟ وعلشان لما احط الشلته المنفصله يبقى القماش مستريح. هنا عملت اليد ما عملتلهاش مرايه يا بنات زي ما احنا بنعمل مرايات على طول، انا عملتها بدوران، اخدتها بدوران زي ما احنا شايفين. طيب ركبتها ازاي؟ ركبتها مش التلت والتلتين زي باجير اللي بودان، لا، سبت بس من 90 سنتي دول سبت 20 سنتي، اتبقى معانا 70، قسمتهم نصين زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طبعا انا كاتمه الصوت من عند العميله عشان كان عندها اطفال ربنا يحفظهم، وانا مخلصه الكرسي الاولاني ده علشان اوريكم ان الكرسي التاني هيبقى شبه الاولاني. فاحنا هنا خدنا 55 سنتي في 90 سنتي. تمام؟ للايادي بتاعت كرسي واحد. ده هنا هوت انا كنت بشرح العرض والدوران بتاع الكرسي والايادي واجمالي القماش، انا قايلاه على السبوره، نرجع لاول الفيديو. تمام؟ هنشوف بقى والاستاذه غدا بتخيطه احنا علشان نرضي العميل ونحاول نعمل مجهود بزياده لكل عملائنا وليكوا انتوا شخصيا علشان تفهموا الشرح. بناخد المكنه زي ما انا قلت في الفيديو، نقيس القياسات، بناخد القماش معانا زي ما انتوا شايفين القماش اهو نص عرض القماش اللي هو 85 سنتي او 80 سنتي. اخدتهم قفلتهم وعملت لهم الاعماق وعملت الايادي، ركبت الايادي. الدنيا بسيطه جدا ومفيش اي حاجه خالص، الدنيا سهله، وان شاء الله هحاول برضو يبقى انا كده شرحت لكم نظري على السبوره وعملي من عند العميل. لو حابين اني انا اقفل لكم على المكنه في المعرض زي ما كنا بنعمل قبل كده تحت امركم برضو.
المهم ان انتوا المعلومة توصل باكتر من كذا طريقة، وهيبقى معانا موديلات كتير هنشرح عليها الفترة اللي جاية. مش عايزاكم تقلقوا خالص، ان شاء الله هتواجد معاكم باستمرار الفترة اللي جاية دي، ومش هغيب عنكم تاني لان انتوا بجد وحشيني جدا جدا. اهو الشكل بعد ما خلص، ويا رب المعلومة توصل لكم كده بكل سهولة. ما تنسونيش بقى زي ما قلت لكم في اللايك علشان تدعموا